من الضمنا في هذا قضاء لمن كان هذ منك وافر هنا يا أرحم الراحمين من الضمنا في سيبك العلم قضاء الجاد لا يقام من يا قدر أرحم الراحمين من الضمنا في وأدرك قضاء العناية حيث جئت يا أرحم وجاء الراحمين من الضمنا في يسعى قضاء بمجيبك صار سمع دعاء يا أرحم الراحمين من الضمنا في بك إليك قضاء وخيم حتى ساح يا أرحم الراحمين من الضمنا في على الهنا قضاء والمنى والبأس شئت وشاء يا أرحم الراحمين من الضمنا في يا قضاء ربي هب لي في رجاء من رجاء يا أرحم الراحمين من الضمنا في وقبل دعائي قضاء وقربني مع من يا دعا أرحم الراحمين من الضمنا في وأنت قضاء حسبي وعوني فاشفني بشفاء يا أرحم الراحمين من الضمنا في قلبي قضاء وقلبي والبسني لباسك يا يا أرحم الراحمين من الضمنا في وقلبي قضاء روحي بذكرك واحمني بحماك يا أرحم الراحمين من الضمنا في وحبب لي قضاء وحبب لي محبة لقاء يا أرحم الراحمين من الضمنا في قضاء الله غفرانك لمن قد عصى يا أرحم الراحمين من الضمنا في واصدق قضاء يقيني وثبتني ثبات يا أولياء أرحم الراحمين من الضمنا في الحمد لله قضاء واختمها بطاب هدى يا أرحم الراحمين من الضمنا في صلاة ربي قضاء وسلم ما نزل مسلما يا أرحم الراحمين من الضمنا في قضاء المصطفى المحمود ختم بها يا أرحم الراحمين من الضمنا في الحياة قضاء الذي يحيا به من يا حياة أرحم الراحمين من الضمنا في قضاء الصبي والحكمة بحسب السوء يا أرحم الراحمين من الضمنا في يا قضاء من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما يا ولي نخاف الصالحين كن موالينا وكان يا من الخائفين نجنا مما يا جالس نخاف الذاكرين اهدنا سبل العفاف يا من الخائفين نجنا مما يا مجيب نخاف السائلين ربنا واغفر يا من وعاف الخائفين نجنا مما نسألك نخاف يا معين شفاء أحسن يا من شفاء الخائفين نجنا مما لنا نخاف فتح مبين جاء بالنصر يا من مواف الخائفين نجنا مما وفي شر نخاف المؤتين كفهم عنا يا كفاف من الخائفين نجنا مما يا العتاة نخاف الظالمين هتهم حتى التلاف يا من الخائفين نجنا مما شر نخاف فيهم مبين منهم فيهم مضاف يا من الخائفين نجنا مما خاسرين نخاف مدبرين ذهبوا بالانصراف يا من الخائفين نجنا مما مرتدين نخاف هالكين في شفاجر في الهيام يا من الخائفين نجنا مما توبة الباقي نخاف نكفيهم يا خيرك يا من الخائفين نجنا مما حسبنا الله نخاف المعين وهو لا يا خلاف من الخائفين نجنا مما وكفى نخاف المتوكلين كل شر من مخاف يا من الخائفين نجنا مما هو رب نخاف العالمين وإليه الانعطاف يا من الخائفين نجنا مما كفنا الاسم نخاف الحسين من سواه ما نخاف يا من الخائفين نجنا مما وصلاة نخاف كل حين وسلام الله يا من الخائفين نجنا مما تبلغ الهدي نخاف الأمين وآل أصحاب يا من العفاف الخائفين نجنا مما خدم نخاف للمسلمين المساكين يا الدعاء من الخائفين نجنا مما ورد الله نخاف المتين بهم أرحم وراء يا من الخائفين نجنا مما يا نخاف تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر يا إلينا تواب تب علينا سامحنا بما يا جنينا تواب تب علينا سامحنا بما يا تواب جنينا تب علينا اغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا اغفر لنا يا ولوالدينا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا وآخرة الله بتوبة توبة مغفرة والجمال دنيا يا الله وآخرة بتوبة وقبول إنسان يا الله بتوبة قبل درج يا الأكفان الله بتوبة وقبول وإحسان يا الله بتوبة قبل درج يا الله رضا يا الأكفان الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد يا الله رضا يا مضى الله رضا يا الله بتوبة وقبول الله رضا يا الله رضا يا الله بتوبة وقبول أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ونتوب إلى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب
البرايا استغفر الله من يا الخطايا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا يا ربي سألك بحق ذاتك اغفر لنا ولوالدينا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو جد الغفران لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبي وأحلان خائف إنك غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران ربنا نستعفيك ربنا نستكفيك ولنا ظن فيك يا رجل الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو لا الغفران تخيب رجي تحت بابك لاجي لم يزل بالداجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بعظيم الأسماء والصفات الحسنى والملائك جما وبجاه القرآن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران بالنبي نلجأ من أبينا آدم وبنوح الأكدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بالنبي الغفران ابن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام والنبي بن عمران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران وبجاه الأصحاب وبجاه الأقضب والولي الأواب شيخنا با سوداء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو بمشايخ الغفران الإسلام أهل علم واحكم والولي بن بسطام والولي بن جيلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله نرجو الغفران يا إله العالم يا إله العالم تربى بشر يا إله والفقيه العالم المشهر يا إله وأن العالم علوي الأبرار يا إله من بهم العالم حالي يا إله زاد العالم أهل عينات يا اليوم إله ما العالم كما هم يا في إله الدار وإن العالم بدأ مني يا لو إله العالم يطلبوا يا للغفران إله العالم بالحسن بن يا صالح إله بحر العالم نور يا طافح إله لا العالم تكن لي يا إله فاضح العالم يا صمد يا يا إله منان العالم مثل شيخ يا المشهد إله ابن العالم ناصر يا أحمد إله وأبي العالم ثم يا الجد إله بالمعاني له يا إله شان جبلنا العالم بالمضروب يا إله والفرج العالم مثل يا أيوب إله وبفرحة العالم يا يعقوب إله حين العالم
زالت الأحزان العالم. ربنا اغفر وارحم العالم. واعف عما يا تعلم إله فإن العالم. جودك يا دعم إله إنس العالم. خلقك يا والجان إله العالم. ودروس يا القرآن إله واجتماع الإخوان إله العالم. بدعاء يا الرحمن إله العالم. سرهم يا والإعلان إله العالم. والحبيب يا المحضر إله العالم. قائما بالأسحار يا إله قائلا العالم. يا يا غفار إله العالم. جد لنا بالغفران يا إله استجب العالم. لي يا واسمع إله ولنا العالم. الكل أجمع إله ولمن العالم. لك يضرع إله العالم. طالبا يا للإحسان إله العالم. وصلاة تترى إله لمن العالم. خص يا بمصر إله العالم. وذويه يا ضرا إله في العالم. جميع الأزمان يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وأنفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا. ربي يا علم الحال إليك وجهت الآمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ربي يا كنا. رب الأرباب عبدك فكيرك على الباب أتى وقد بات الأسباب مستدركا بعدما ما يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث وسع كنا. الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رمى عبدك فادرك برحمتك في الحال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا. مجد الخلق ترى ومسع الكل برا أسألك أسبل سترى على القبائح والأخطاء يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا. من يرى سر قلبي حسبي ابتلاؤك حسبي فامحو بأنفك ذنبي واسلك قصودي والأعمال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث ربي كنا. عليك اعتمادي كما إليك استنادي سركا وأقصى مرادي رضاؤك الدائم الحال عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا وارث يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث أشكو كنا. إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث وعمر كنا. دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وأسوها آفات وشغال يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا ويح كنا. نفسي القوية عن السبيل السوية أدحى تروج علي وقصدها الجا والماء يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا رب كنا. قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحدود كبتني
وقيدتني بالأكباد يا عليم السر منا لا تنتهي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا قد حيث كنا استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجى يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث يا كنا ربي يا خير كافي أهل علينا العوافي فليس شيء سما خافي عليك تفصيل واجمال علم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله إلا يا الله ربي عبدك ببابي لا إله إلا الله شالي مع ذبي لا إله إلا الله ويرتجي لثوابي لا إله إلا ومن الله رحمتك الضال لا إله إلا وقد الله أتاك بعذره لا إله إلا وبالكسار الله وفكره لا إله إلا الله بيسرك عسره لا إله بمحض إلا جودك الله والإفضال لا إله إلا وامنن الله عليه بتوبة لا إله تزيل إلا من الله كل حوبة لا إله إلا واصله من الله شر أوبة لا إله إلا لكل الله ما عنه قد حال لا إله إلا فأنت الله مولى الموالي لا إله إلا المنفرد الله بالكمال لا إله إلا وبالعلا الله والتعالي لا إله إلا علوت الله عن ضرب الأمثال لا إله إلا جودك الله وفضلك وبرك لا إله يرجى إلا الله وبشك وكهرك لا إله يخشى إلا وذكرك الله وشكرك لا إله لازم إلا الله وحمدك والإجلال لا إله يا إلا ربي الله أنت ناصري لا إله إلا فلكني الله كل خيري لا إله واجعل إلا جنانك الله مصيري لا إله واختم إلا بالإيمان الله الأجال لا إله إلا وصلي في الله كل حالة لا إله على إلا موزين الله الضلالة لا إله من إلا كلمته الله الغزلة لا إله إلا الله محمد الهدي لا الدال إله إلا الحمد الله لله شكرا لا إله على إلا نعم الله منه تترى لا إله نحمد إلا سرا الله وجهرا لا إله وبالغدايا إلا والأصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج وليس على نرجو المسلمين سواك فادرك إلهي الدرك قبل الفناء والهلاك يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربنا المسلمين سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على نسأل المسلمين وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا المسلمين مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يقيم للصلوات يعمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على كل المسلمين الهرم يقهر كل الطغام يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على مسكين غيث المسلمين عامنا في مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على من المسلمين الشاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل السول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على ربي المسلمين جزيل وكل فكرك جميل وفك أملنا طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنب رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على اغفر المسلمين لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين إذا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على والصلاة المسلمين والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وشيخ الحضر عسى لنا نظر بجهل الله يمهو ذنوب الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن نبدي بحمد الله الله ونستمد بالله بجهل الله نفوز بحول الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل والكل فضل الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن وبعد جاء النظر من الشريف الضخم عن الجمال الفخم حبيبنا في الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن بالطالب المخضر المخبذ الصبر مظهر الأسرار سليل أهل الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن الكدد القدوة سدد الصفا ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن مثل الإمام الفخر عن رفع القدر كالشمس لا كالبدر يضي لخلق الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن أبو بكر بن سالم وحتف للظالم الفجر الغاشم يهلك بأمر الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن الغارق إن كان به واسق يلحق بالسابق هذا بفضل الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن لما أنكره العبد فحشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله عسى لنا نضرب بجاه الله هدن والعبد ذا الجاني كثير عصياني كثير طغياني
كم خالف أمر الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا السابحة القوم نلحق بهم في اليوم ما جرى من لهم يغفر بجاه الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا لأنه حائر وقلبه ضائر ولا له ناصر إلا عباد الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا جسد الدغارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله 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 نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا الله معكم وقت الذي روما كله مدى نومه يجي بعون الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا كفى ما بيده لأسوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا ونولنا أسرى بسيف القدرة وكل ما نكره شو شيء لله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا هيا بكم هيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا يقدمه جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا والمصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباكر والكل حزب الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا حسبي من حسبي صفة الرب في الفضل والقرب والكل شيء لله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا وصلي وسلم دوم على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله نضرب سلنا نضرب بجاه الله هدنا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة العقول السليمة وأهل القلوب العالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بما عزمة وبصدق نية جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة إليها المنتهى قد قال أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله الخاتمة بها يا الله بها دعوة عجيبة تامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الخاتمة ربنا يا ربنا ألطف بنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واتم الخاتمة خير عندنا إبانا يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الموضوعات عن قريب كل له منه نسيب يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن من كان الخاتمة بين أو نسيب فهو مصيبة عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن ثم الخاتمة إذا مت أتوك وغسلوا وكفنوا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وسيئوك وألحدوك وسرت جيف خما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا ربي الخاتمة كل يا معين إذا رشعت ملجبي يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن واختم الخاتمة إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن دنيا الخاتمة كماهل المقر وإنما هي يا للممر الله بها يا الله بها يا الله بحسن فكر الخاتمة وأمئن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا ربي ما الخاتمة معنى أمل وكسبنا كل يا الزلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن لكن الخاتمة لنا فيك أمل تحيي العظام الرمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن والآن الخاتمة حين الانتقال والعمر ولا في يا ضلال الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرجو ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمنا بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمدادهم
ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرات في عافية. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علي بن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خلق قسم وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بها علوي وسيدنا علوي بن الفقيه وإخوانه وسيدنا علوي عم الفقيه وابن أحمد وعبد الملك وعبد الرحمن وساداتنا علي وعلوي ابن الفقيه وعلي وعبد بن الفقيه وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده الشيخ أبو بكر السكران والشيخ عمر المهدر وإخوانهما والشيخ عبد الله على الدروس وأولاده أبو بكر الأدني على الدروس وإخوانه قطب الرباني سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ بلسان الشاذلي ومحمد بن إدريس الشافعي والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد وشهاب الدين وشيخ محمد جمال الليل ومحمد مولى عيدid وسيدنا أبو بكر بن عبد الله باشميل وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عبد الله بن عوية الحداد والحبيب أحمد بن سنة الهبشي والحبيب عمر البر والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقي علامة الدنيا والحبيب حامد بن عمر حامد وسيدنا الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر بن حسين بن طاهر إمام واحد الأحقاب الحبيب عمر بن سقا بن محمد الصوفي السقا وسيدنا أحمد بن محمد المهدار وسيدنا أبو بكر بن عبد الله بن طالب الأطاس وسيدنا علي بن محمد بن حسين الهبشي والحبيب علوي بن علي بن محمد الهبشي والحبيب محمد آنس بن علوي بن علي الحبشي والحبيب عبد الله بن شاه الإدروس والحبيب محمد بن إدروس الإدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب أبو بكر المشهور الأدني والحبيب سالم بن حفيظ والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ والحبيب عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب مهدي الشاتري والحبيب أبو بكر الشاتري والحبيب حسن الشاتري والحبيب سالم بن عبد الله الشاتري والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين وابنه محمد بن علوي بن شهاب الدين والحبيب عبد الله بن محمد بن علوي بن شهاب الدين قطب الغوث الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف قرسي والحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب علوي بن السقاف والحبيب هادي بن صادق بن شيخ بكر بن سالم والحبيب صالح بن حسين الحامد تنقل والحبيب هادي والحبيب حسين بن هادي الحامد بناني والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب محمد بن حسين الأدرس والحبيب محمد بن أحمد المضر والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويتان والحبيب علي بن حسين الأطاس بنgur والحبيب عبد الله بن علي الحداد سانغين والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب إدريس بن سالم الجفري والحبيب علوي وحسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ملان والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب عبد القادر بن أحمد السقف جدة والحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد والحبيب محمد بن عبد الله الهدار بيضاء وسيد محمد بن علوي بن عباس المالكي وسيد أباس بن علوي بن عباس المالكي وسيد أحمد زيني دهلان ثم إلى حضرة الجنبة مهاجر بأهل رستم بأ عبد الله بأ مزينة كي أحمد وشيري وزوجتي كي خالل كي مشهود وزوجتي مسوبلي بن مسكوفة وزوجها ووصولهم وفروعهم ثم وصوص إلى روحي كي زين العابدين كي أنس كي برهان كي مئات كي منير علي كي بدر القمر كي عبد الجليل ثم إلى حضرة المرحوم كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بسروان كي نواوي بن حسن سدوغري كي حسني كي خالل كي نواوي بن عبد الجليل كي عبد العلي بن عبد الجليل وجامع مشايخ سدوغري ثم إلى روحي كي نور سالم بودوغاتون كي هاشم رافعي كي جاسم بن نور سالم وجامع مشايخ بودوغاتون كي محمد سبادر كي أحمد جفري كي محمد علي مرتضى وجامع مشايخ بسو كي محمد غوث الله كي سالم بن طيب كي طيب بن قدي وجامع مشايخ بندungan ثم وصوص إلى روحي حبيب شيخ الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقا والحبيب شيخ بن عبد الرحمن الإدرس والحبيب هود بن إدرس الحسني ووصولهم وفروعهم
وجميع سادتنا آل أبي علوي وجميع الأولياء تسا في بلدتنا لنسأل المرحوم بالصوم وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة المرحوم شيخنا محمد خليل بنكلان كي هاشم أشعري كي وحب الله كي بيسير سانسوري وجميع المشايخ نهضة العلماء وشيخ سعد العمودي وشيخ سلمين فضل بفضل وشيخ علي بن محمد الخطيب وشيخ سعد بن علي مدحت وشيخ عبد الله بن حماد باسودان ومشايخ الحضرة الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمنا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين ثم خصوصا إلى روح عبد الرشيد أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. الفاتحة. الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة ومن جاء منه خير أو وصلنا بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقراء والمستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم ويغفر لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ويجمع قلوبنا على تقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة. الفاتحة. الفاتحة ببركة الحضرة الشريفة وهؤلاء سادة الأنجاب أن الله يصلح الإمام والأمة والراعي والرعية ويفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة هنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة ويعجل بها ويصلح السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويواسع من الحلال أرزاقنا ويكفينا شر الأذيات والبليات ويدفئ نار الفتن والمحن خصوصا في فلسطين ما ظهر منها وما بطن ويتل أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء به وبسلفنا الصالحين أن الله يعطي كل سائر منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويعم ببركة هذه الحضرة على المسلمين أجمعين ويتقبله منا ويقبلنا على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله رضي الله عنكم. قال حفظه الله ونفعنا به وبعلوم في الدارين إلى أن قال سيدنا الإمام أحمد بن زلهبشي نفعنا الله به وبعلوم في الدارين ما على العبد إلا أن يقوم وينهض وينتدب لأمر الله جل وعلا ولا عليه إلا ذاك والله تعالى يأخذه بيده إذا أقبل عليه وإن لم يقدر على السير والسلوك فعلى العبد الحركة وعلى المولى البركة والحركة هي إجابة الداعي وعدم الإدبار والشر كل شر في الإدبار والإعراض عن الله عز وجل وهق العبد أن يقوم بباب ربه ولا يحيد عنه وإن طرد وأبعد عن الباب فليرجع ويعود إليه ولا يطرد أبدا ولو قيل له مل عنه فلا يميل بل يرابط بالباب إلى أن ينفتح. وقال شيخه قد بالإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علاء والحداد رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلوم في الدارين السر كل سر في ملازمة التوجه ودمان قرع الباب وفي التحلي بالافتقار والانكسار بين يدي الملك القهار على دوام الأحوال ولا سيما في جوف الليل وعند الأسحار إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Berkata Al-Habib Abdullah Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zalhabashi, semoga kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu-ilmunya.
Ma 'alal 'abdi, tidaklah wajib atas seorang hamba kecuali dia berdiri, dia semangat dan dia mengijabahi panggilan-panggilan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wala 'alaihi illa dzaka, tidak ada kewajiban kepada seorang hamba kecuali itu, melakukan perintah Allah, menjauhi segala bentuk larangan Allah. Jangan kamu berpaling darinya. Ketahuilah sesungguhnya rahasia di atas rahasia, yaitu dia tadi itu mau menghadap kepada Tuhannya dan mau berjalan kepadanya. Fa'alal 'abdi al-harakah wa 'alal maula al-barakah. Tugas seorang hamba adalah berusaha mendekat kepadanya. Al-harakah, berusaha memenuhi panggilannya, adapun keberkahan maka itu hak daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu harakah? Ijabatud da'i wa adamul idbar, yaitu mengijabahi panggilannya, mengiyakan panggilannya dan tidak berpaling darinya. Keburukan daripada segala keburukan, fil idbar wal i'rad, dia berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Paling cubaan bareng saya coba engki gak dinto, berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh melengos daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang hamba hendaklah dia berdiri di hadapan pintu-pintu Tuhan, di hadapan pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala, di depan pintu rahmatnya, di depan pintu taubatnya. Wala, jangan kamu sekali-kali berpaling daripada pintu tersebut. Sekalipun kamu dijauhkan atau kamu disuruh pergi, andai kata ada orang yang mengatakan, ada suara yang mengatakan kepada kita, mil anna wala yamil, nyengke ban berjauh dari sengkok, jangan sampai nyengke, semak ban dari sengkok, tetap jauh-jauh. Umpama saking jauhnya seorang hamba nikah sampai etondung dari labang Gusti Allah, mil anna, berjauh sambil dari sengkok, wala yamil, jangan sampai nyengke, jangan sampai melengos, jangan sampai jauh. Bal yurabit bil bab ila ayuftah, balik nama terus menjalin hubungan dengan pintu tersebut, menoktok labang-labang Allah Subhanahu wa taala sampai bila? Sampai buka. Bodoh toleh sanu sampean matamu dak reng bunga reng soki, umpama tidak menerima tamu kecuali ada laporan di RT RW, pokoknya nyengke adalah bang, mon tak tele oleh ketujuan tak sampai napa, mon tak tele oleh dari harapan dari bungkon orang sesoki, ada orang sesoki kala cak le boleh buka lah bang. Oh berarti minta ongkuan dia, buka lah bang, ongku bisa soki kala, karena orang soki terkenal lampe keng lenyama peraturan yang di sana tidak menerima permintaan sumbangan, tidak menerima tamu tanpa lapor RT RW, kan berde se bang labeng orang tahun yang apa tujuan saking dicereken ngar matamu kudu izin kade lah. Umpama pas nikah kau leban panjenengan, maka cek sampai berpaling dari pintu-pintu taubat, berpaling dari pintu-pintu rahmat sampai betul-betul dibukakan kepada kita. Wa qala syekhu, berkata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Ahmad bin Zalhabashi, as-sirru kulla sirri fi mulazamati tawajjuh, rahasia, segala rahasia adalah dia mulazamah, dia menetapi bertawajjuh menghadap kepada Tuhannya. Wa idma'ani qar'il bab, dan dia terus menerus mengetuk pintunya. Kapan? Fit tahalli bil iftigar, dia dalam keadaan sendiri, bil iftigar dengan penuh fakir, butuh kepada Tuhannya. Wal inkisar, pecah hatinya, baina yadil malikil qahar ala dawamil ahwal, jak sampai kenying ke dari labeng tobat Gusti Allah, tak sampai mun tak tele buka betul-betul buka labeng tobat, labeng taat dekat Gusti Allah. Makanya seburuk apapun keadaan kamu jangan tinggalkan Tuhan kamu, terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya bener hubungan kontak, WhatsApp, telepon, ya, mendapatkan tanda tangan Allah benih kelaban tawajjuh,
ya kelaban irtibat kelaban hubungan kela tawajjuh kelaban salat fi jawfil lail at-tahalli wal iftigar wal inkisar jaga tengah malam atau batongku je jaga tengah malam atraka tongku nerakati anak nerakati keluarga supaya jadi orang yang selamat minta dak ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al Habib Abdullah Haddad dalam situng bait qasidah beliau dalam rangka memerintahkan kepada kita untuk selalu mulazamah untuk jangan meninggalkan pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Ilzam bab rabbak watruk kulladun was'alhu salamah min daril futun la yadiku sadruk fal hadith yahun Allahul muqaddir wal alam syun la yakthuru hammuk ma guddir yakun. Ilzam bab rabbak lazimi pintu-pintu Tuhanmu, watruk kulladun tinggalkan sesuatu yang rendah yakni kemaksiatan, was'alhu salamah min daril futun mintalah selamat dari tempat-tempat fitnah khususnya akhir zaman ni kan makin pun zaman fitnah. Allahul muqaddir wal alam syu'un Allah yang maha menakdirkan yang menentukan atas segala sesuatu. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak wa tadbir aydan washhad man barak maulakal muhaimin innahu yarak fawwid lahul umurak wahsin bidzunun. Tinggalkan usahamu, jangan kau andalkan pikiranmu, da'huma dan kamu jangan berpaling darinya, washhad man barak saksikanlah Tuhanmu yang selalu memperhatikanmu, maulakal muhaimin innahu yarak fawwid luh umurak pasrahkan penuh urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahsin bidzunun dan berhusnudzonlah. Nika langkah ning akhir zaman nika pun wis jauh dari labang taubat Gusti Allah. Umpamane tondung beda anak tondung bireng tua jak mulai tetapi pancet beri dan labang insyaallah buka labang sokorongku minta seporo kereng tua ya beda guru ngamuk kamu dita mulai kok tanda kapan kok cermet malas kok seling tak lemole mancing ya dan labang ke guru pasti buka labang ya apa boleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cek sampai tinggal labang tobat gila terus aboli boleh sekalipun sehari amaksiat sebukale dua bukale aboli dekat Allah Subhanahu wa taala tetap terima ya. Ayyaguma bi babi rabbi mancing ya dan labang ke Gusti Allah siapa cek rereng soki bae selampe tak tega kok apa boleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau bertobat, kita mau mengetok pintu daripada Allah Subhanahu wa taala na benten. Selama beda keinginan buka labang tetapi masih la tondung wa in turid idza qila lahu darma mil'ana pucau menyengke jamaah sama samil ya cek sampai buru ya cek sampai nyengke tetapi justru semakin semangat minta anak orang tolak jambu minta boleh tak boleh terima panah baik terima kia lah enten nungguan on sampean minta lebat kancah ya wajar tak terima jarang lebat kancah lebat tretan usaha boleh tak terima lebat orang sik kesongkan bae lah guru no tabakiai na nyaman caplekan moro iya beranak pinak aja moro ya aslinya tak terima aslinya tak ada kriterianya tak masuk kapi tapi karena letak bambu seminta akhirnya tak tega kia di dajane ne beda di dajane tetang kemudian jompo nih minta lebat dua tak terima terus minta tok akhirnya bagi kia berarti ongguan jangan bakal matun ongguan berarti kan hari niat onggu jadi tolak re pancet tolak pancet andu apa laku apa ujak siang malam keborok ke timur toratuan mun ratongku jangan toratuan tak terima asli pun masyhur cerita nenek tak terima tolak king karena abu lemancing ada labang matua bukan labang dia oh ada niat
abiniongku berarti orang dia. Nah sini kah apa boleh dek labang tobat tu Gusti Allah. Ntar mau kesekonek ni kah dia nampak semangat untuk selalu atau pada Gusti Allah balik dekat jalan-jalan saya ridhain dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus nok-tok labang tobat, nok-tok labang rahmat, labang ampunan, maghfirah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan melazimi ya dan keburukan di atas keburukan, keburukan dari segala keburukan, kamu berpaling daripada Allah, kamu tidak mau berdiri di hadapan pintu-pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala. Asyarru kullasyarr, ini adalah keburukan dari segala keburukan. Al-i'rad anillah, dia berpaling dari Allah. Asir kullasir, rahasia di atas rahasia, rahasia dari segala rahasia. Mulazamatut tawajjuh, dia selalu melazimi bertawajjuh, atena selalu ngedep dekat Gusti Allah, aroma satako dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa idman qara'il bab, nok-tok labang Gusti Allah terus, tak sampai buka labang. Ilzam baban wahidan tuftah lakal abwab wakhda' li syaikhin wahidin takhda' lakal arqab. Iftah baban wahidan, kalau dia banyak pintu dan kamu hendak masuk ke dalam satu bangunan yang banyak pintu, satu pintu kamu penuhi. Ilzam baban wahidan, cak le ngale labang kita buka ngale boleh, labang kita buka ngale boleh ngale ke cendelo bener matamu berarti maling je. Ilzam baban wahidan, sitong ada tuftah lakal abwab, dekimun sampean masuk ke dalam satu bangunan, karena terbuka satu pintu maka pintu-pintu yang lain akan mudah kita buka, buka diri dalam, karena lalu kunci. Wa khada' li syaikhin wahidin takhda' lakal arqab, hormati gurumu maka niscaya leher-leher manusia akan tunduk kepadamu. Hormatin guru, hormatin orang tua, maka orang kelak bakal odi atas saja ke kaum. Tapi kalau tak hormat ke guru, apa boleh tak hormat ke orang tua, maka orang nekah sehina-hinanya ampunan tak bakal andi napa kemuliaan, karena tandi irtibat, tandi hubungan bi guru, tandi hubungan bi orang tua. Nah tetepin labang sitong sampai buka, bila buka labang kelak maka cendelo kempang buka, labang-labang selain kempang napa buka. Nah termuka titik ilmu manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana antarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawba taghsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد ضش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.